دوختكم النهارده مش كده؟ كنت لازم اختار وظيفه. مامي I want you to stay with me. Don't go to work. I don't want you to go to work. I want you to stay here. I love my mom much and even my dad and I even want my mom to stay here. الإعلامية إنجي علي في جاي تشتغل إيه النهاردة مع همسة إمام. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتي زوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة إمام على الراديو 90. إنجي علي، عايزه تشتغلي ايه النهارده؟ مش عايزه اشتغل خالص. لو CV بتاعتك اتبعتت لي بعتوها لك من ورايا، لان انا بصراحه اليومين دول انا مش عايزه اشتغل حاجه خالص. اليومين دول اشمعنى اليومين دول؟ مش قادره، تعبت، حاسه اني مش عايزه اشتغل، مش عايزه اعمل حاجه خالص في حياتي. كل اللي عايزه اعمله دلوقتي عايزه اسافر كتير، اروح بلاد غريبه، بتعلم كتير قوي في السفر. عايزه اقعد مع بنتي، عايزه ابقى معاها، ام شيرنج الاكتيفيتيز بتاعتها من اول وجديد، لان طفولتها مش زي طفولتي، فعايزه اتعلم طفولتها، فعايزه ارجع طفله معاها تاني بالحاجات الجديده الكبيره قوي علينا احنا دلوقتي كمان. عايزه العب رياضه، عايزه اكل اكل هيلثي جدا، عايزه اقعد مع صحابي، عايزه اقعد مع بنتي، عايزه اقعد مع اهلي. مش هتزهقي؟ ممكن ازهق، بس ساعتها ممكن افكر بقى واشوف ساعتها ممكن اشتغل ايه. بس انا فعلا دلوقتي حاسه اني مش عايزه اعمل حاجه خالص غير ان انا عايزه اكل كويس، العب رياضه، اسافر كتير قوي، اقعد مع صحابي، اقعد مع بنتي، عايزه اضحك، عايزه كده ابقى مع نفسي شويه. بس فعلا مش عايزه اشتغل. انت قلتي لي يا انجي ان انت عايزه تقعدي مع بنتك وتتعرفي على العالم الطفوله وتتعلمي منها اكتر، لانه هو العالم الغريب اللي احنا ككبار لسه مش عارفينه. طب ده ما يستدعيش منك ان انت برضو عايزه تذاكري، عايزه تدرسي حاجه عن الطفوله؟ اذاكر معاها. انا دلوقتي اصلا بذاكر معاها. يعني دلوقتي في مثلا احنا واحنا صغيرين كنا عارفين حاجات كتيره جدا، مثلا عن الستوريز اللي هي مثلا بيد تايم ستوريز، بقرا لها مثلا سنو وايت، سندريلا، بينوكيو، الحاجات اللي احنا عارفينها، القصص بتاعت ديزني اللي بنحبها. النهارده بقى في قصص جديده معموله بشكل جديد بطريقه مختلفه، بقيت حابه جدا انا نفسي ان انا اسمعها، انا اتفرج عليها. اخر مره كنت بوريها اي.تي. فاكره اي.تي فون هوم. هي شافته اخر مره شايفه غريب. يعني انا وقت طفولتي انا كان اي.تي ده مثلا اوكي، النهارده هي اي.تي بالنسبه لها ده فيلم غريب جدا، مش فاهماه. فهم مختلفين عننا خالص والعابهم مختلفه. بذاكر معاها فعلا، في حاجات بتبقى صعبه عليا كمان، يعني اتس نوت ايزي خالص، فحابه قوي ابتدي معاها من اول وجديد. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة إمام على الراديو 90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة إمام. لو قلنا ان انجي دلوقتي عندها طفلتين مش طفله واحده، ده حقيقي. ده حقيقي جدا. الطفلتين دول هياخدوا كل وقتك ومش هيبقى عندك وقت خالص لإنجي، لأن إنجي هتبقى طبعا مشغولة طول الوقت 24 ساعة في خدمة الأطفال. ستيل برضو انتي مش هتبقي عايزة انك انتي تعملي ولو جزء صغير غذاء للعقل. بعمل. اما تلعبي رياضة انتي بتغذي عقلك وجسمك، تشتغلي على نفسك. لما
بتسافري بتشوفي حاجات جديده ومختلفه. ده بينمي جواكي حاجات كتيره قوي. يعني بيقولوا ان السفر فيه 7 فوائد، انا بقول ان السفر فيه 1000 فايده. بتروحي هناك مش مجرد، يعني انا مش بتكلم على الحاجات اللي هي التفاهات اللي هو عايز اسافر بره اروح اعمل شوبينج وحاجات كده، نو 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 خالص، مش ده خالص. انا عايزه بجد، عايزه اروح حتت جديده غريبه، اتعلم، العب هناك العاب سبورتس، ووتر سبورتس بطريقه مختلفه، حاجات فور ماي سيلف. انا شايفه ان الفتره اللي فاتت من حياتي اهملتها شويه. الثوره بقى والشغل كان قليل وبايظ، كنت خلفت فبربي فبكب، يعني عارفه في فتره كده يمكن اخر 5 سنين من حياتي دول كلهم اللي هم السنتين اللي قبل الثوره وسنين الثوره، حاسه ان هم ميتين قوي. يعني مش عايزه حتى احسبهم من حياتي ولا من عمري بصراحه يعني. فحاسه دلوقتي ان انا فاتني كتير، عايزه ارجع اعوض ده بجد. اكيد هبقى محتاجه ان انا اشتغل عشان يكون معايا فلوس، لان انا بكلمك الكلام ده بقولك انا مش عايزه اشتغل وانا ما عنديش فلوس. انا كنت لسه هسألك، طب والحاجات دي كلها عايزه فلوس وصرف، هتصرفي منين وازاي؟ ده حقيقي جدا. ما لازم بقى ساعتها يعني نبتدي ان نعيش في الخيال مع بعض انا وانتي. ممكن ساعتها يكون مثلا عندي مبلغ في البنك بيجيب لي فلوس كل اول شهر، فلوس كتيره. انا متوقعه انه الواحد لو عنده يعني ثروه كبيره في المجال اللي انت بتقولي فيه او في الروتين اللي انت ماشيه بيه، الفلوس دي كمان سنه او سنتين ماكسيمم مش هتلاقيها. دي حقيقه. ساعتها بقى ممكن نجيب فلوس كتيره قوي نحطها في البنك تجيب لك فلوس كل شهر، وما تمسكيش اللي هو في البنك الكتير ده، تقعدي بقى كل شويه تسحبي بس كل اول شهر كده تشتغلي بيه، تتفسحي بيهم وتعملي بيهم اللي انت عايزاه، ويبقوا دول ستيبل وتعيشي على قدهم. طب ما يمكن انت نفسك تعملي برضو بزنس خاص ليكي، يعني افرضي ان انت جت طرقعت في دماغك فكره ان انت عايزه تشغلي فلوسك دي ان انت تعملي مشروع. لا بزهق و I'm not good at it، مش شاطرة فيها خالص يعني. لا مش أنا يعني as a business woman وكده. أولا أنا في الحسابات ضايعة، المانجمنت ضايعة، يعني. طب ايه مقومات شخصية إنجي كموظفة؟ مش ممكن ابدا اكون موظفه، انت اكيد بتهزري. ما اعرفش اكون موظفه وبروح كل يوم مثلا من الساعه 8 ل 4 زمان خالص قبل ما اشتغل. والدتي بس عايزه اقول لها يعني ان هي في الاول كانت عايزاني اشتغل ستيبل جوب، وجابت لي وقتها اوفرز كتيره قوي في كذا حته، شغلانات كتيره قوي. قلت لها انا مش شايفه نفسي في ده خالص خالص، لغايه ما فعلا بدات. وكنت في الاول بشتغل از ان ارت دايركتور، وبعد كده شويه شويه بقيت مذيعه، ولقيت نفسي ان انا والشغلانه بنقع في غرام بعض. انا بحب كده يعني، حتى كنت بحب دايما ده احلى شغل اطلعه، الشغل اللي هو اندر بريشر وانتي مزنوقه. اما تلاقي نفسك كده بتريحي قوي تلاقي الشغل برضو كده ملوش طعم قوي، لكن الشغل لما بتبقي اندر بريشر وسخنه وعايز تعمليه وكده بيطلع بجد احلى. فانا طول عمري ما بشوفش نفسي خالص موظفه يعني، كشغلانه وظيفه مش انا خالص. انا مور اوف ان ارت، يعني انا بحب الارت بكل حاجه، مبدعه اكتر. بحب الفن، بحب المزيكا، بحب المناظر الحلوه، بحب الرسم جدا، البينتينجز، بحب الارت الفن. لكن الحاجات اللي هي الستاتيك اللي كل يوم تتقال هي دي ما لا بري ما اقدرش. هنحاول ان احنا نلاقي لك وظيفه بلا اي مجهود يعني. اما كانوا اسمهم ايه زمان في الافلام اللي هم بيشتغلوش دول، اسمهم ايه؟ عواطليه او مش عارف ايه. لا اللي كانوا بيقولوا مع شيخ منصر، حاجه من الحاجات دي. بجد دلوقتي I want to feel pleasure، عارفه اللي هو الحياه تبقى حلوه، تشوفي هنا وتسافري هنا، وعايزه كده، عارفه عايزه اشوف الحاجات دلوقتي ملونه. الفتره الاخيره كانت كل حاجه كده ابيض واسود، فاهمه؟ يا رب علينا وعلى مصر. بصي ربنا ينول لك طبعا اللي انت عايزاه كله، بس انا متخيله بالشخصيه اللي انا شايفاها قدامي، بالحيويه اللي انا شايفاها في عينيكي، انا بتهيالي هي يعني انت فتره كده هترتاحي شويه وهترجعي تاني تشتغلي، انا متاكده. ساعتها بقى هرجع اقولك انا عايزه اشتغل ايه. متشكره يا انجي قوي، وسعدت بلقائك، وهنشوف كده وظيفه تناسب قدراتك واحلامك وطموحاتك. ميرسي جدا يا انجي. ميرسي همسه، وميرسي راديو 90. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطريه. انا جاي اشتغل عندكم سفير، وهنعرف
انت اخترت الشغلانه دي ليه؟ شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا انا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.